اندريك ولا لامين يامال، مين فيهم اختار طريق ميسي ومين اختار طريق نيمار؟ مبدئيا كده الفرق ما بينهم مش بس في الملعب ولكن في الحياه بشكل عام. اندريك ولامين يامال شباب المستقبل في ريال مدريد وكمان في برشلونه، ومفيش حد خالص يقدر يختلف على مهاراتهم. الاتنين كمان تقريبا نفس السن، واحد فيهم 18 والتاني 19 سنه، بس كل واحد فيهم اختار طريق مختلف تماما عن التاني. اندريك مثلا لاعب ريال مدريد قرر ان هو يختار ويكتب قصه بعيدا تماما عن الملعب. قرر ان هو يتجوز عارضه الازياء البرازيليه رغم سخريه الجميع من الموضوع، وقال بنفسه قبل كده ان هو قرر ده علشان يقدر يعيش حياه مستقره، اشبه تماما بطريق ميسي في البدايه لما قرر ان هو يتجوز ويعيش حياه مستقرة. أما لامين يامال موهبة برشلونة فهو عايش الصيف والشتاء بحياة وردية تماما، سفر وكمان رحلات وعلاقات غريبة وشبهات بتطرده من كل حتة. حتى عيد ميلاده لما قرر يحتفل بيه كان عليه جدل كبير جدا. في الملعب لامين يامال بيلعب ومتألق وكأنه ميسي في الملعب، بس السؤال هنا ان سلوكياته خارج الملعب ممكن تأثر على نجوميته مستقبلا في الكورة. وعلى الناحية التانية اندريك مع مدريد بدايته كانت صعبة جدا لكنه مستقر وواضح جدا في حياته. فانتوا ايه رأيكم بقى في موهبتهم، وشايفين مين فيهم ميسي ومين فيهم اللي هيضيع موهبته زي نيمار؟ ما تنساش تكتب لي اجابتك في كومنت وكمان تدعمني بسبسكرايب. بس كده ودي